الشباب المليونية. أولا يعني هذا الضغط الشعبي المتواصل في ساحة التغيير، ما الذي يمكن أن يحدثه الآن، خصوصا وأنه أيضا يتقاطع مع طلب أمريكي، أعود إلى هذه النقطة، بضرورة أن يكون هناك يعني تحاور، لقاء مع الحزب الحاكم. هناك صلاحيات لنائب الرئيس تمارس، ويبدو أنها يعني هذه الصلاحيات مأخوذ بها على الأقل في هذه المرحلة إلى أن نصل إلى مرحلة التغيير. تأثير التظاهرات المليونية ماذا يمكن أن تفعل؟ هذا الحراك هو من المهم جدا أن يبقى، لأنه أساسا هو الذي يحدث. هذا الحراك الآن مهم للمرحلة السياسية، هو السياسي في الداخل والخارج لجعل الأمور تسير بالشكل الذي تريده الثورة. بمعنى سواء شارك المؤتمر في المجلس الانتقالي أو لم يشارك، المهم على هذا المجلس أن يكون متوافق، وبالتالي يمكن القول أن هذا الحراك هو من يصنع الشرعية للفعل السياسي ويصنع الشرعية للفعل الانتقالي للمجلس الانتقالي. بمعنى أنه يعني الآن الشباب هم ذهبوا إلى اليوم، المسيرة كانت ذاهبة إلى، ومن أمس البارحة هم تحركوا إلى منزل عبد الرب منصور نائب الرئيس ليجبروه على تشكيل هذا المجلس، وبالتالي هم يطالبون من الحكومة ومن الرئيس ومن المؤتمر الشعبي العام أن يشارك في هذا المجلس بشكل أو بآخر، لأن من مصلحة الشباب ومن مصلحة اليمن أن تشارك كل القوى الوطنية، وبالتالي هم من يعطون الشرعية لهذا المجلس، ومن أهمية بمكان أن يبقى هذا الحراك في الشارع. طيب يعني أبقى في نطاق الحراك في الشارع الذي تحدثنا عنه الآن. طبعا نتحدث عن تظاهرة مليونية، على كل حال هي متواصلة، لكن ربما القصد من السؤال هو تأثير ذلك على المرحلة الانتقالية. أعود إلى لندن الدكتور شيباني. دكتور شيباني، حتى الموقف البريطاني يعني دخل على الخط من خلال اتصال رئيس الوزراء البريطاني بنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالبا عقد لقاء بين المؤتمر الشعبي وبين المعارضة. هل برأيك سيتم التجاوب مع هذه الدعوة؟ وهل تعتقد أن نائب الرئيس سيتجاوب أيضا مع دعوة الشباب لضرورة تشكيل المجلس الانتقالي؟ أولا أود الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي منطلق نظري لفهم القضية التي تحدث في اليمن تماما. ما يحدث الآن في اليمن وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد هو في إطار العملية الكبرى التي تحدث في الإطار العالمي لإعادة تشكل العالم الجديد. هناك حالة مخاض حقيقية تحصل في العالم، ابتدأت من أقصى الغرب وامتدت إلى الشرق، والآن استقرت في منطقة الوسط. هذه المحاولة هي في الحقيقة رغبة عالمية لإعادة تشكيل القادم للمستقبل بما يتناسب وطبيعة ميزان القوى القائمة. لهذا تجد أن كل مشكلة بدت محلية لكن تداخلاتها الدولية قوية وقوية جدا. لهذا تجد أن الأوروبيين لهم دخل فيما يحدث في اليمن، الأمريكان لهم دخل فيما يحدث في اليمن، الصينيين لهم دخل فيما يحدث في اليمن، والإقليم له دخل فيما يحدث في اليمن. الكل يحاول أن يشكل المنتج النهائي التي سيتمخض عن هذه الحركة الثورية الرائعة التي قامت في اليمن بالطريقة التي يتصورها هو للعالم القادم، للعالم القائم التي سيقوم في المستقبل القادم. طيب. لهذا أقول أن العلاقة بين الداخل والخارج في هذه المرحلة التاريخية الحرجة علاقة على قدر كبير من الأهمية، لا يستطيع أن يتجاهلها أحد، لكن يظل الفعل الحقيقي والفعل الأكثر تأثيرا هو فعل الداخل. قولها أن الضغط الثوري الشعبي مهم جدا وعامل مؤثر جدا فيما يتعلق بقضية انتصار الثورة وتحقيق أهدافها. نصر دائما على أن الثورة لابد أن تحتفظ بقواها الفاعلة المؤثرة على الأرض. أما قضية الحوار بين نعم، قبل ندخل في موضوع الحوار، يعني حتى أعطي مجالا لضيفنا من صنعاء انضم إلينا الآن حسن زيد الأمين العام لحزب الحق. السلام عليكم أستاذ زيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. طيب الآن هل اليمن دخل فعلا المرحلة الانتقالية إذا ما ربطنا الأمر بموضوع الدعوة إلى تظاهرة مليونية جديدة من شباب الثورة، وإذا ما أيضا ربطناه بغياب الرئيس صالح خارج الساحة؟ تفضل.
الوضع بالتأكيد في اليمن استثنائي وغير طبيعي. خيار الرئيس ورؤساء المؤسسات، البرلمان ورئيس الوزراء والنواب وأغلب القيادات السياسية في حال مؤسف ومؤلم، وتصعيد محسوب حل المشكلة بتثبيت بالدعوة لتثبيت ممارسة الأخ نائب رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية كي نتمكن كيمنيين رجال السلمي من السلطة ونتجنب العنف والضغط ونتجاوز حالة القائمة. نعم. طيب أستاذ حسن، لأدخل مباشرة فيما يتعلق ومطالبة شباب الثورة له بضرورة تشكيل المجلس الانتقالي، المجلس الرئاسي. هل تعتقد هذا الطلب يمكن أن ينفذه نائب الرئيس، أم ستجد نفسها شباب الثورة ملزمة بالذهاب وحدها إلى تشكيل المجلس؟ طبعا لا يمكن أن يطالب الأخ النائب بأن يشكل هو، لأنه أولا يفترض أولا أن يعترف بشرعيته كقائم بأعمال رئيس الجمهورية أو رئيس موجب المادة 116 يعني. لكن المجلس الانتقالي تصبح ضرورة في حال لم تنتقل السلطة رسميا إلى الأخ النائب، لأنه لا شرعية الآن لأي شخص في اليمن ما فيهم النائب ما لم يعترف المؤتمر الشعبي العام والمؤسسة بشرعيته كرئيس وقائم بأعمال رئيس الجمهورية أو ما لم يمارس هو وظيفة رئيس الجمهورية استنادا إلى الواقع الدستوري الذي يمنحه. طيب اسمح لي اطرح سؤالا يتعلق. نعم استاذ حسن، حتى ندخل في جدلية الموضوع الدستوري الآن، فيما يتعلق بموقفي الولايات المتحدة والسعودية، وهما على تماس مباشر بتطورات الوضع في اليمن. ماذا يريد الأمريكي، ماذا يريد السعودي؟ بكلمة مختصرة لو سمحت. ما نعلمه أن المملكة العربية السعودية تدخلت بشكل واضح لوقت القتال ولم تتجاوز ذلك، لأنه لم يصدر منها أكثر من ذلك، أكثر من الدعوة للمصالحة إن صح. نعم. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فأخشى بأن أقول بأنني لا أستطيع أن أجد بأننا في الواقع نتلقى رسائل متناقضة وهي التي سببت الإرباك، لأنهم ربما يريدوا ترتيب الوضع وفق آلية لم ينتجها الوضع القائم أو الواقع المعاش في اليمن. ربما أنهم سيسعون إلى خلق مزيد من الظروف التي تنتج تطورات. للأسف الشديد أخشى أن تكون وسائل التغيير أو الانتقال عنيفة، وهذا ما لا نرجوه. حسن زيد الأمين العام لحزب الحق، أشكر انضمامك إلينا في هذه الحلقة. أعود مجددا إلى لندن حتى نعطي مجالا الدكتور شيباني ليوضح فكرته المتعلقة بمسألة الحوار، عقد لقاء بين المؤتمر وبين المعارضة. هل يتم التجاوب مع هذه الدعوة دكتور شيباني بشكل أيضا مختصر لو سمحت؟ تفضل. أنا لا أعتقد أن هذه الدعوة ستجد من يتجاوب معها. هذه الدعوة هي جزء من تجسيد المرحلة المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية في جوهرها كانت تدعو لمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة، يعني أن تشترك القوى الحاكمة الفعلية الآن والمعارضة في إعادة تشكيل الحكومة، وهذا فيه تجهيل وفيه إهمال لقوى الثورة الحقيقية هي قوى الشباب. أنا في المقدمة السابقة اللي كنت أتحدث عنها كنت أشير إلى ضرورة أن يدرك الشباب أن لإقليم رؤية وتصوره حول ما ينبغي أن يكون، وللعالم رؤية وتصوره في ما ينبغي أن يكون، ويجب أن يكون لدينا نحن في الداخل رؤيانا وتصوراتنا الخاصة لما ينبغي أن يكون عليه الأمر. وفعلنا الداخلي وفعل الشباب هو الفعل الأكثر تأثيرا. نعم. أود أن أقول مسألة واحدة. الآن في اللحظة الراهنة مشكلة اليمن هي مشكلة اختطاف الدولة. السعودية وأمريكا بدأ واضح
على الأقل من وجهة نظري أن لا السعودية ولا الأمريكان كانوا راغبين في أن يزيحوا علي عبد الله صالح نهائيا عن السلطة. إخراج علي عبد الله صالح بعد الحادث الذي حدث له من قبل السعودية إلى السعودية إخراج منقوص وملتبس وغير واضح المعالم. نعم. أخرج الرجل وظلت مخالبه فاعلة. أخرج الرجل ولم ينتزع منه يعني بيان تكليف دستوري للنائب بالاطلاع أو إقرارا بعجز الرئيس عن ممارسة مهماته. إذن هذا الموقف الأمريكي والسعودي حتى الآن برأيك ما زال ملتبسا. الأمريكي وضع أريد له أن يكون كذلك. طيب اسمح لي. نعم سأعود إليك. الوضع ملتبس بعد الحدود. سأعود إليك شيباني. قضية المطالبة لو سمحت بس مسألة بسيطة واحدة. تفضل أكمل. أن يطالب الأخ النائب الآن بتشكيل مجلس رئاسي أو مجلس انتقالي أمر غير منطقي وغير واقعي. من يمتلك حق تشكيل مجلس الرئاسي هي قوى الثورة. النائب كلنا معه الآن لإنجاز المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية والثورة والشباب. إذا أراد ميال لمصلحة وطنه وأنه قادر على الوقوف على هذه المرحلة المؤقتة، المرحلة التي تؤدي إلى الانتقال نحو المرحلة الانتقالية. طيب. المرحلة المؤقتة بمعنى نزع فتيل الفتنة والاحتراب. لكن إلى الآن لا زال النائب يبدو ضعيفا عن تحقيق ذلك. لنعطي مجالا لضيفنا من واشنطن. أستاذ ماوري، أعود إليك ونعود إلى الموقف الأمريكي. مصدر أمريكي على كل حال أكده أكثر من مصدر يقول أن نائب الرئيس ليس لاعبا رئيسا على المدى البعيد، بل هو الآن يسير أعمال النظام والجيش يقف خلف الحكومة. هل يعني هذا التوصيف هو توصيف لصورة حقيقية أم أيضا من وجهة نظر أمريكية؟